عمرك شفت فريق كوره بينزل الملعب من غير مدرب او عمليه جراحيه بتتعمل من غير دكتور؟ اكيد هتقول مستحيل. لكن الغريب ان في ناس لغايه دلوقتي بتستعين بالصنايعيه ومقاولين ها. يجيبوهم يشتغلوا عندهم يشطبوا لهم من غير ما يجيبوا مهندسين يشرفوا عليهم ولا يديروهم. وللاسف دي النتيجه اللي بنشوفها قدام حضراتكم النهارده، ودي مش اول مره نشوف فيها اللي بيحصل ده ولا هيبقى اخر مره انا عارف. بس حبيت اوري حضراتكم مثال حي للشغل اللي شفناه. دي شقه مساحتها 180 متر، كومباوند جميل جدا، اصحابها مسافرين بره، والمفروض ان هي خلصت تشطيبها من 5 شهور فاتت، وبعتوا حد يستلم مكانهم، وفعلا استلم من المقاول او من الصنايعيه، خلصوا الشغل عندهم. وبعد ما استلموا ونزلوا من اسبوع فات ابتدوا يتكشفوا المشاكل والاخطاء واحده تلو الاخرى بعد ما دخلوا العفش بتاعهم حاجه بحاجه جوه الشقه بتاعتهم. ولما اتصلوا بينا من 3 ايام وجدنا الكوارث اللي هحكيها لحضراتكم. الميه بتسرب من تحت البانيو زي ما حضراتكم شايفين، ويا ريته من البانيو ده، التسريب جاي من جوه السيراميك والحيطه. يعني مواسير التغذيه مفيش شركه جت اختبرتها وما استدعوش هم حد عشان يضغطها، وقفلوا على كده وخلصوا. دهانات في العموم سيئه مع اضاءه نهاريه طبعا كاشفه كل العيوب والبقع اللي دي ما اتعالجتش، ده غير الحوائط اللي قشرت وباشت من السباكه اللي ضربه محدش واخد باله من حاجه. باب خشب طبعا اتدهنت وش واحد، طبعا فراغات بين الباب والحل تعدي صباع. جابوا اكسسوارات طبعا رخيصه واوكر رخيصه تماما، غير الشكل اللي بعته لهم على الواتس والرسالات اللي ما بينهم وبين بعض. ادوات السباكه في الحمام مفكوكه، خلاطات كلها مش متربطه، مش ممسوكه في مكانها، مواسير الصرف مخرومه. دي اول مره اشوفها، غالبا كانت بسبب انهم سايبين المواسير للصناعيه، المقاول سايبها ليهم يشتغلوا عليها، بيرموا فيها بواقي البنى والاسمنت وغيره. ولما تسدد حاولوا يسلكوها واير فاتخرب جزء من برايز الكهرباء من غير سلك تماما، وطبعا من غير سدادات. والكارثه الاكبر ان مفيش مواسير موجوده في الحيطه عشان نعدي فيها سلك للكهرباء او نعمل منها مناوله، ومتقفله على الباركيه، متفكك من الاطراف كلها، ووزر الحبس السكيرتنج المفروض الخشب او الباركيه الخشب اللي في الارض او بديل الخشب اتش دي اف كلها فكه. الفواصل هي كمان مفكوكه اللي موجوده على اعتاب البيبان، الالوميتال مش متسكك، وابواب بتفتح ما تقفلش تاني بسبب المجر طبعا مش موزونه فبتتحشر من تحت، وتقفيل سيء للغايه لم يعالج اطلاقا. بانيو القدم مش متقفل كويس، ده في الحمام الاول ولا البانيو الكبير في الحمام الثاني. السيراميك مشرخ جوه الحمامات، واللي مش مشرخ مطبل جوه الحمامات برضه. البورسلين في الطرقه او الريسبشن اكتر من نصه مطبل. كوارث غير طبيعيه بشوفها وبنشوفها كل يوم. ومن كام يوم كنت عايز افاجئ بحضراتكم بعروض وخصومات خاصه بابو غالي انتيريورز. طبعا للاسف كنا مشغولين اعاده تشطيب جزء كبير من غرف فندق في الغردقه. ومن 3 ايام لما صاحب الشقه دي كلمنا واتصل بينا عشان خاطر نقدر ان احنا نعين المكان عنده، بصراحه انا رجعت حزين جدا، لان حرام كميه الهدر في الفلوس اللي اتصرفت. وشقه عمر الناس دي بعد ما صرفوه في الارض باللي احنا شفناه ده. طبعا انا وفرقه من الفرق اللي موجوده عندنا رحنا عشان نختبر الشقه دي ونشوف ايه الكوارث اللي حصلت عندهم. الكلام ده طبعا اختبرناه بكل الاجهزه الحديثه اللي موجوده عندنا عشان ما نكسرش حاجه، ونشوف ايه المشاكل اللي جوه، بكاميرات لاسلكيه وديتكتورز خاصه بالكهرباء وسير البلاستيك في الحوائط وغيرها، عشان خاطر نقدر ان احنا، حتى الناس نفسها كانت مستغربه يعني ازاي ما كسرتوش وعرفتوا الكلام ده. فوريناهم على الاجهزه اللي عندنا طبعا بنستخدمها باستمرار في شغلنا عموما، وناس صعقت تماما. طبعا هي مش محتاجه حتى ان الاجهزه تبين، كمان الحقيقه باينه قدام عينيهم من اللي شايفينه والكوارث اللي حضراتكم شفتوها. والنتيجه هنكسر 3/4 الشقه دي كلها عشان خاطر نعيدها من اول وجديد، عشان تبقى فعلا شقه تستنى معاهم العمر الطويل. طبعا ما يغركش الكلام بتاع الفهلوه اللي احنا عارفينه، عشان كده بقول الفهلوي خلي بالك منه وخد حذرك منه جدا. هنخلص لك الشغل ده في منت، مهندس احنا اللي بنعلمه ده، الشغل ده ولا حاجه، ده بعون الله نكون مخلصينه في قد كذا. طبعا ده كلام الاخ او صاحب البيت، وهو كان بيضرب كف على كف لان التاني قاول نفسه قفل الموبايل ولا رد ولا صد ولا عمل اي حاجه. يعني الفهلوه والفهلويه يا جماعه ما يهمهمش غير ان هم ياخدوا فلوس منك ويختص، وبعد كده يروح يشتغل عند الغير عشان برضه ياخد من الفلوس دي. حتى لو قلنا انه مش نصاب فكفايه ان هو جاهل، وحتى لو مش جاهل وفاهم نص نص هيجرب في مكانك وفي بيتك وفي فلوسك، فيبقى انت في الاخر الخسران وهو برضه الكسبان. ما تسلمش شقتك للفهلوي اللي عامل فيها الفرقه والمدرب، الصناعيه والمقاولين كل واحد له وظيفه. المقاول ليه بند بيعمله، والصنايعي ليه شغلانه بيعملها. ما ينفعش يبقى هو المدير، ما ينفعش يبقى هو المسؤول، ما ينفعش انه يدور الفرقه دي كلها ويعرفهم كل واحد فيهم يشتغل ايه وما يشتغلش ايه. اللي هتخسره في الاخر هيبقى اضعاف اللي انت وفرته وانت فاكر ان انت موفر. تشتغل مع مهندس او شركه متخصصه، الاهم يكونوا فاهمين كويس جدا هم بيعملوا ايه وبيشطبوا ازاي وبيخلصوا شغلهم ازاي وعليه ضمان حقيقي. مش مهم احنا ولا غيرنا، المهم ان يكون حد فاهم وفعلا عنده ضمان على الشغل بتاعه يقدر يخلصه لك كما يجب وزي الكتاب ما بيقول بالظبط، عشان تضمن ان فلوسك رايحه في مكانها الصح وتستلم ضمان حقيقي وكتابي بايدك تقدر تستخدمه وقت ما انت عايز. الفيديو الجاي هشرح لكم الفرق بين انظمه التشطيبات من باقات او نسبه على المشروع، وايه
المميزات وايه العيوب بتاعت كل نظام فيهم، وايه اللي يناسب حضرتك فيهم، وايه اللي تقدر تختاره، وايه اللي انت المفروض تسال عنه في كل نظام فيهم. اشوفكم على خير.